مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده هكلمكم عن روج مية سينما الجديد. الروج ده سمعنا عنه الفترة الأخيرة كتير جدا. انا جبت الدرجة بتاعته دي، هي كانت 102. انا كنت بحاول اوريها لكم عشان لما تشوفوا درجتها لو عجبتكم. انا بصراحة كنت عايزة اجيب درجة تانية بس ما لقيتهاش، ودي الدرجة اللي انا لقيتها برضو حلوة قوي. في درجات من البني للهافان كده، هما قريبين من بعض. يعني الدرجة اللي انا حطاها دي على هافان شوية، بس حلوة جدا. انا استخدمت المراية بس علشان احاول ان انا اوريكم الدرجة بتاعته. انا استخدمته كمان يوم كامل قبل كده عشان اشوف ثباته وكل حاجة، فهقول لكم عليها دلوقتي. الدرجة بتاعته هي كنت بحاول اوريها لكم. هي ناحية بتكون الروج والناحية التانية الليب جلوس بتاع اللي احنا بنحطه على الروج يعني. الدرجة عجبتني قوي 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 على شفايفي، كمان اكتر من لما انا جربتها على ايدي. لما بتحطيه يعني لازم ان انت تستني شويه ينشف عشان نحط الليب جلوس بعدها، فما يطلعش معايا. هنا كنت بحاول ان انا اوريكم الدرجه بشكل احسن. بنستنى بقى ينشف خالص، بعد كده نحط عليه الليب جلوس. بالنسبه للثبات بتاعه يا جماعه، فهو ثابت حلو جدا. يعني ثباته كويس، بس مش زي كيكو. وكمان بيخرج عادي بالاكل، يعني لما بناكل بنشرب كده عادي بيتحرك من مكانه، مش اللي هو ما بيتحركش يعني. لكن غير كده لو انتي حطاه ما كلتيش او ما شربتيش، فالثبات بتاعه حلو قوي يعني. هو اول ما نزل كان سعره 65، وبعدين وصل ل45، وانا لما جبته ب55 جنيه. حجمه كويس وشكله شيك قوي، من الارواج اللي تحبي تحطيها كده. الليب جلوس بتاعه بقى زي ما هتشوفوه، هو بيدي لمعه حلوه قوي، ما بيكونش اوفر، وفي نفس الوقت اهم حاجه انه ما بيلزقش. ولا الروج لوحده لو هتحطيه بيلزق، ولا لما تحطي عليه الليب جلوس بيلزق خالص. الاتنين بصراحه حلوين قوي، وانا بالنسبه لي هجيب منه الدرجات التانية اللي انا كنت عايزاها. بس الدرجه دي بصراحه 102 حلوه قوي. وكنت سمعت برضو ال100 وال103 ناس كتير شكرت فيها. بس بكده يكون خلص فيديو النهارده. ده كان الريفيو بتاعه، هيعجبكم جدا لما تجيبوه. بس يا رب تلاقوه لانه مبقاش موجود قوي. وبس بكده يكون خلص فيديو النهارده. هنا كنت بوريكم الدرجه بتاعته. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله بباقي درجاته. باي باي.